لا والله السعر ده مش هينفع معايا للاسف. مش كل عميل يقول لك سعرك غالي يبقى معاه حق، ومش كل منافس ينزل سعره يبقى لازم تنزل وراه. انا اتعلمت الدرس ده بس بالطريقه الغلط. في مرحله معينه من شغلي كنت زي ناس كتير جدا، اسمع العميل واشوف المنافس واتحرك مندفع بدون تفكير. واكتر جمله كانت بتستفزني سعرك غالي، كنت باخدها بشكل شخصي كأن العميل كان بيقيم شطارتي مش السعر. وده اخطر فخ ممكن تقع فيه، لان اول لما تاخد السعر على صدرك بتدخل سباق مفيش حد بيكسب فيه، وده سباق القاع. كنت ببيع منتج في السعودية ب 299 ريال، المبيعات كانت شغالة بس ببطء، وعمالين نسمع نفس الجملة السعر غالي. اي حد طبيعي كان هيعمل ايه؟ ينزل السعر. بس احنا قررنا نعمل حاجة عكس المنطق، بدل ما ننزل السعر رفعناه، ورفعناه ل 350 ريال سعودي. رفعته، وبقينا كل 10 ايام نبعت عرض مباشر وصريح للعميل. اشتري الحبايه ب 299 بدلا من 350. اللي حصل كان عكس التوقعات تماما، المبيعات اتضاعفت وقيمه الاوردر عليت، والاهم العميل حس ان هو كسب صفقه مش ان احنا بنرخص نفسينا. وساعتها فهمت حاجه خطيره جدا، المشكله ما كانتش في السعر، المشكلة كانت الإحساس بالقيمة. العميل فعليا ما كانش محتاج سعر أقل، هو كان محتاج يحس إن هو خد قرار ذكي. لو كل مرة حد يقول لك سعرك غالي بلاش يكون أول ردة فعل عندك إنك تنزل السعر. راجع نفسك، يمكن المشكلة مش في السعر ولا المنافس ولا السوق، يمكن مشكلتك إنك بتبيع من غير نظام ومن غير عرض يخلي الرفض قرار غبي. لو الكلام ده لمس دماغك اكتب لي مشكلتك في الكومنتات. اللي جاي كله عن السيستم والعروض اللي بتبيع من غير ما تحرق نفسك. وما تنساش تركز مع الكشكي.